وبنرجع فلاش باك لماضي مساميشي ياجا وهو محبوس في زنزانة وإيده متكتفة، وأحد كبار السحرة بيسأله سؤال واحد بس: إيه اللي أنت عملته ده؟ باندا مش مجرد جثة ملعونة عادية، لأن في الطبيعي أي جثة ملعونة بتستمد طاقتها الملعونة من مستعمل الجيجيتسو، ولكن باندا مستقل بيستمد طاقته الملعونة ذاتيا. والسلطات العليا كانوا بيفكروا يصنفوا ياجا من الرتبة الخاصة ويحبسوه لأجل غير مسمى، لأنهم خايفين منه يعمل جيش خاص بيه من الجثث الملعونة، ومش هيبقى خطر عليهم هم بس، ده على العالم كله. وبنرجع للحاضر بعد أحداث شيبويا، والسلطات العليا استغلت الفوضى وفتحت ملف ياجا من تاني وأصدرت ضده حكم إعدام، ولكن ياجا كان مستخبى في إحدى الغابات اللي بيحميها تنجن بطاقته. وبنشوف ياجا وهو بيودع أحد الجثث الملعونة وبيتعامل معاهم على إنهم أولاده، وبيقول له: أنا مش هقدر أرجع الغابة تاني في الوقت الحالي. والدمية بتقوله إنه هيفتقده جدا، وياجا بيطبطب عليه بحنان وبيمشي. وفي نفس الوقت بنروح لباندا وهو مربوط في غرفة محاطة بالتعاويذ الملعونة في مدرسة الجيجيتسو. السلطات عاملينه طامع عشان يستدرجوا ياجا ويجبروه يسلم نفسه، وبيدخل عليه كوساكابي وبيحرره بالسيف. وباندا مش فاهم هو عمل كده ليه. كوساكابي بيقوله: لأن في دين قديم أنا بسدده، واوعى تقول لحد إني حررتك. وبنعرف ان زمان ياجا عمل جثة ملعونة اسمها تاكيرو، وحط فيها معلومات روح ابن اخت كوساكابي عشان يساعد اخت كوساكابي انها تخرج من حالة الاكتئاب اللي هي فيها، وعشان كده قرر كوساكابي يكسر القواعد ويحرر باندا. وبنروح لياجا وهو ماشي في طريق ضلمة، وبيتلم عليه مستعملين الجيجيتسو اللي بعتاهم السلطات العليا، وواحد منهم مقنع بيسخر من ياجا وبيقول له: على فين كده من غير جثثك الملعونة يا عم ياجا؟ وياجا بيرد عليه بكل هدوء وبيقول له: انا رايح اشوف ابني. والمقنع بيحذره وبيقول له: خلي بالك، انت اتحكم عليك بالإعدام، والطريقة الوحيدة عشان تنقذ حياتك إنك تكشف سر صنعتك. وياجا بيقلع لهم الجاكيت وبيقول لهم: من بعد ختم جوجو انتوا مش لاقيين حد يحكمكم. وهنا بيظهر في الضلمة جاجو جانجي بجيتاره وبيعزف مقطوعة موسيقية، ولكن فجأة بنلاقي ياجا ساند على الحيطة وغرقان في دمه، وعلى صدره جرحين على شكل إكس. وقرر إنه يكشف السر، ألا وهو تكرار معلومات الروح من المعلومات الفيزيائية، ويجب وضع 3 أرواح متوافقة في نواة الجثة. وجاكو جانجي واقف مذهول وبيقول له: ليه ما قلتش السر ده قبل كده؟ كنت هتعيش أطول. وياجا وهو بيلفظ أنفاسه الأخيرة بيقول له: لأنها لعنة مني ليك. وبعد ما ودعنا تنجن، إيتادوري وميجومي راحوا ينفذوا مهمتهم، ألا وهي ضم كينجي هاكري لمساعدتهم. وتنجن قال لهم إن كينجي شغال وسيط مراهنات في نادي قتال موجود في جراج عربيات مهجور مكون من عدة طوابق في مقاطعة توتشيجي، وبينظم قتالات بين مستعملين الجيجيتسو عشان يطلع قرشين حلوين. وإيتادوري وميجومي قبل ما يدخلوا النادي قلعوا اليونيفورم بتاع مدرسة الجيجيتسو، وميجومي عرف إيتادوري إن هاكري اتطرد من المدرسة، ولو عرف إنهم طلاب فممكن يهرب. ووصلوا لبوابة الجراج وقابلهم الجارد، وكان بيحاول يرخم عليهم شوية، ولكن ميجومي ثابت ما تهزش ولا اتحرك، وقال له: احنا جينا هنا عشان نشارك في القتال. فالجارد قال له: القاعدة الأولى ما تجيبش سيرة النادي لأي حد، وهدده بالضرب لو ما قالوش على مين اللي دله على المكان. وميجومي قعد يمثل شوية وبكل برود قال له: أنا قابلت واحد قبل شهر وهو اللي دلني على المكان وقتلته. والجارد افتكر إن في واحد من رجالته مختفي اسمه كوندو، وميجومي قال له: أنا عايز أدخل مكان الشخص اللي قتلته وإلا هفرشك في الأرض. والجارد التاني جاله تليفون من الرئيس وسمح لإيتادوري إنه يشارك في القتال، ورفض ميجومي عشان مش عاجبه. وميجومي وضح خطتهم: إيتادوري هيتعامل مع هاكري، وميجومي هيتجسس في الجراج من غير مشاكل. وميجومي كان قلقان لأن توسوميكي بقى قدامها 9 أيام بس. وإيتادوري بيدخل قلب الحلبة، والمعلق جونبوبي أعلن عن المواجهة الجبارة بين الوافد الجديد إيتادوري ضد باندا. وهاكري كان قاعد زهقان في غرفة المراقبة مع كيرارا، وكان شايف إن باندا هو اللي هيفوز. هاكري بيحب السيناريوهات المكتوبة اللي بتجذب الجمهور وتجيب فلوس، وإيتادوري وباندا بدأوا المسرحية بتاعتهم عشان يجذبوا انتباه هاكري. والمعلق جون بوبي صرخ وقال إن دي أفضل مباراة في مسيرته كمعلق. وهما بيتبادلوا الضربات الوهمية، باندا قال لإيتادوري إنه لازم يخفي هويته كطالب، وعطاله الإشارة عشان ينهي القتال، وقال له: انت عارف هتعمل ايه كويس. وإيتادوري عطى لقمة لبطن باندا، وباندا مثل انه اتهزم وتم اعلان فوز إيتادوري. وهاكري كان مبسوط ومتحمس جدا، واتصل بواحد من رجالته وقال له: هات لي الواد ده حالا. هاكري كان عايز يكتب سيناريو جديد مع إيتادوري عشان يطلع بقرشين حلوين من وراه، وكرارا كانت شايفة ان ده غباء. وهاكري سأل عن الواد التاني ميجومي، وطلب من كرارا تراقب تحركاته. وفي نفس الوقت إيتادوري دخل غرفة المراقبة بتاعت هاكري، وميجومي كان ماشي في الضلمة بره الجراج وقابل باندا اللي كان قاعد
بيراقب المكان، وباندا بيقول له ان هاكري ما خرجش من عرينه لحد دلوقتي، وانه قاعد في غرفة المراقبة اللي موجودة في اخر دور في المبنى، وانه كل ما يقرب من الغرفة في طاقة ملعونة قوية جدا بتبعده، وده بسبب تقنية كيرارا. واول ما إيتادري دخل المكتب هاكري عرض عليه صفقة، وبيقول له انت عارف انك ممكن تكسب ملايين كل شهر. وبيقول لإيتادري انه بيحب القمار مش عشان الفلوس لا، ولكن عشان يشوف الشغف اللي في عيون الناس وهي بتراهن. وبما ان الناس كلها عرفت بوجود اللعنات وعجز المقر عن كبح هذا الوباء، فدي فرصتي عشان اخليهم يعترفوا بنادي القتال بتاعي. وفجأة جات له مكالمة ولكن مردش، وعرض عليه انه يشرب معاه، وإيتادري بيقول له قشطة ماشي بس من غير كحول. ولما هاكري جاب سيرة جوجو، إيتادري عمل فيها عبيط وقال له جوجو مين ده، انا معرفش حد بالاسم ده. وده خلى هاكري يشك فيه اكتر، وقال له مفيش مستعمل جيجيتسو في الدنيا ما يعرفش جوجو، هو انت بتستعبط؟ ثانوية الجيجيتسو هي اللي بعتاك مش كده؟ وقام يضرب إيتادري وتحول تماما، وقال له طالما كيرارا كانت بتتصل فده معناه ان في كارثة.